مساء الخير عليكم. رجعت لكم النهارده بفيديو جديد من قناه معكم سحر في المطبخ، بغدا بسيط كده على قدنا. يا رب اكلنا يعجبكم ان شاء الله. النهارده هنعمل لوبيا وهعمل فاصوليا خضراء ورز بالشعريه. تمام، هنشتغل مع بعض على طول. انا سلقت اللوبيا اهوت عشان خاطر اختصار للوقت اهو. هنا هنحمر البصل، بتاع الفاصوليا وده البصل بتاع اللوبيا، وهنا هحمر الشعريه على طول كده. تمام، هنزل بالشعريه من الكيس كده على طول. هقلبها. هنا هنزل ببهارات الفراخ مع البصل كذلك كده، بيدي طعم وريحه حلوه قوي للاكل. فلفل اسود ورق لورا برضو نفعل معاها، برضو ورقتين كده برضو مش كتير. شوية بابريكا، شوية بهارات لحمة لو موجود، مش موجود خلاص. التوابل لما بنحط التوابل وهي بتتشوح كده او بتتقلى مع البصل بالمنظر ده كده، بتخلي ان شاء الله طعم الاكل بيبقى تحفه، لانه كله بياخد طعم كله مع البصل والتوابل والكلام ده، فبتودي التسبيكه او بتودي الطبخه في حته تانيه خالص. هنا الاخيره دي عندي شوربه كانت في الفريزر بسخنها. هشوح البصل وهرجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنا البصل بدأ يخش ويكبر شويه، خلاص تقريبا احمر. هنزل هنا بشويه طماطم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام كده. شوية ملح مش كتير برضو، ببقى بظبط الدنيا، وشوية سكر برضو معاها عشان يعادل نسبة الحموضة بتاعت الطماطم. وهنا البصل احمر، هو محمر شوية، رجل شوية، ما تحطوش محمر خالص عشان مش محمر. هنزل هنا بالفاصوليا دلوقتي على البصل قبل ما احط الطماطم. التكايه دي بتخلي طعم الفاصوليا حلو بشكل. تمام، هنزل عليها شويه فلفل اسمر وشويه ملح كده بصوت برضو. ونحط بقى على وتسيبها ايه 10 دقايق، كله ياخد من طعم بعض. البصل ياخد من طعم التوابل والفاصوليا برضو. الحركه دي بتخلي الفاصوليا في حته تانيه خالص، طعمها جميل بشكل ان شاء الله. هنسيبها بقى كده، نغطي عليها ونسيبها، وهنرجع لكم ايه اما نيجي نحط الصلصه عليها اوريكم شكلها بقى عامل ازاي. كده خلاص بقى اللوبيا بعد ما تسبكي دلوقتي هزود لها ميه.
نفسها. وهنا الفاصوليا، لا الفاصوليا هنا لسه بتتسبك اهي. تبقى تتسبك شويه لما الصلصه بتاعتها تنشف اكتر. ازود لها الشوربه وهرجع لكم تاني ان شاء الله. دلوقتي اتسبكت. هنزل بقى بالعصاص عليها دلوقتي. وهزود لها شويه فلفل اسمر كتير. هسيبها تتسبك شويه. بعد كده ان شاء الله هنزل عليها الفول وهنا الشعريه عشان هنا نعمل الرز. الشعريه طبعا كنت محمراها من الاول، كنت معاكم في اول الفيديو. ودلوقتي هنزل بالرز هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الملح هقلب الرز كده، اسخنه هو والشعريه مع بعض كده ثواني. دلوقتي هقعد اقلب انا الرز كده. بالميه. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدار الميه مقدار الرز. وهدوق الشوربه او الميه. محتاج كده حبه ملح صغيرين. وهقلبه واغطيه بقى لغايه ما يتشرب ان شاء الله. كده مش هياخد وقت. دلوقتي هنشوف الرز اهو اتشرب. هغطي عليه النار شويه بقى و5 دقايق كده ويكون ان شاء الله استوى. نكون خلصنا اكلنا ان شاء الله. كده الرز بعد ما خلص اهوت بالطريقه دي. الحبايه بحبته وما خدش وقت على النار. وهنا ما شاء الله الفاصوليا واللوبيا. وعملنا شويه سلطه بسيطه. ويا رب اكل يعجبكم ان شاء الله. وفي نهايه الفيديو ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. كانت معكم سحر من قناه سحر في المطبخ. بحبكم قوي. باي باي.